خلينا نروح لماتش الاهلي النهارده، ماتش الاهلي وسموحه اللي لسه خلصان من ثواني ومن دقائق قليله جدا. فوز غالي جدا 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 جدا، وكتير من الاهلاويه حاسين او بيتكلموا او بيقولوا ان الجول بتاع طاهر محمد طاهر ده ممكن يكون هو جول الدوري. ده بدايه الاهداف وبدايه تسجيل الاهداف في ماتش النهارده، كانت البدايه للنادي الاهلي. تريزيجيه برأسية معتادة خلال الفترة اللي فاتت، رأسية اعتلى بيها صدارة هداف الدوري المصري ممتاز دوري نايل، تقدم بالأهلي بالهدف ده. وبعد كده هدف من أحلى وأجمل أهداف الدوري السنة دي، هدف عالمي، هدف بقى ماركة لامين يامال، شيكابالا، ميسي، يعني هدف من الأهداف الحلوة قوي 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 قوي. واللعيب ده النهارده سامويل امادي اللي سبحان الله كان لسه زميلنا عبد الرحمن مجدي بيتكلم عليه معانا هنا في البرنامج اول امبارح، عمل ماتش حلو قوي. والحقيقه ان فرقه سموحه كلها والكابتن احمد عبد العزيز عملوا ماتش في منتهى الجمال، وكانوا هم الافضل في فترات كبيره من اللقاء. بعد كده هدف الفوز الغالي اللي جه في وجهه نظري الشخصيه بسبب وحيد، وهو جمهور الاهلي العظيم. يعني الهدف ده اللي جه في التوقيت المعتاد والمحبب لجمهور الاهلي وللنادي الاهلي عبر تاريخه، وهو البلس 90. الجول ده تحديدا في كل اللقاءات اللي انا ممكن اكون شفتها من ساعه لما وعيت على الكوره، اللي سجله في وجهه نظري هو الجمهور العظيم ده. الجمهور العظيم ده من اول دقيقه لاخر دقيقه ما بطلش تشجيع، وفي اخر 10 دقائق تحديدا كان عامل ملحمه. عامل ملحمه بمعنى كلمه عامل ملحمه، بالدم بالروح، الدوري مش هيروح، بالدم بالروح الماتش مش هيروح. ولو انت حيدت نفسك تماما هتلاقي ان الاهلي النهارده، بص اسمع كده، اسمع في وجهة نظري ده اللي خلى الاهلي يكسب النهارده. الجمهور ده وتشجيع الجمهور ده والتفاني والروح الرهيبه اللي كانت موجوده عند الجمهور في المدرجات هي اللي خلت الاهلي يكسب النهارده. على فكره انت لو بصيت على اداء الاهلي النهارده، سيبك خالص من النتيجه عشان نكون بنتكلم بما يرضي الله وبنتكلم بموضوعيه. الاهلي النهارده كسب بفضل المولى عز وجل وبسبب جمهوره فقط لا غير. اداء سمك لبن تمر هندي من يسترب، اداء سمك لبن تمر هندي من يسترب. جمهور الاهلي اعتقد انه بيعيش السنه دي كابوس، لانه الفرقه دي بالنجوم اللي فيها، بالامكانيات اللي فيها، اكيد جمهور الاهلي اشد المتشائمين منهم ما كانش يتوقع انه الاهلي يقدم الاداء ده. النتائج حتى هذه اللحظه الجمهور ده هو السبب الاول حتى هذه اللحظه في ان الاهلي يكون مستمر منافسا على لقب بطوله الدوري، ويستغل تعثر بيراميدز النهارده اللي تعادل 1-1 امام المصري البورسعيدي، عشان الاهلي بعد فوزه في هذا اللقاء، لقاء سموحه النهارده، قدر ان هو يعادل بيراميدز في عدد النقاط، بيفصلوا نقطتين عن نادي الزمالك اللي طبعا لسه ليه لقاء اخر عشان يبقى متساوي في عدد اللقاءات مع النادي الاهلي. فوز غالي جدا جدا جدا، ربما يكون هو الفوز اللي يرجع الاهلي على منصه التتويج. تعال شوف الكاميرا بتاعتنا رصدت اصداء وردود افعال هدف الاهلي الغالي جدا، هدف طاهر محمد طاهر الغالي جدا 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 النهارده على سموحه في الثواني الاخيره، سواء من دكه بدلاء الاهلي او من اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي. فرحة مستحقة، فرحة طبيعية، فرحة منطقية جدا، فرحة هستيرية من كل اللي موجودين في الملعب. ليه؟ لأن الأهلي إذا كان تعادل أو هزم في لقاء اليوم هتبقى بنسبة 90% إن لم يكن أكتر نسب منافسته وفرص منافسته على لقب بطولة الدوري ممكن تكون راحت. فالهدف ده هو اللي بيبقي الاهلي في المنافسه، هو اللي بيضع نسبه كبيره ونسبه اكبر من فرص الاهلي في الفوز بلقب البطوله في رجل لاعيبته، لان لسه عنده لقاء مع بيراميدز ولسه عنده لقاء مع الاهلي، ومن المتوقع مع اللقاءات اللي جايه ومع التوالي، لقاء مع الزمالك ولقاء مع بيراميدز، ومن المتوقع انه مع توالي اللقاءات فيما تبقى من لقاءات دوري نايل ان يبقى في تعثر المنافسين زي ما حصل النهارده قدام المصري بالنسبه لفرقه بيراميدز. عشان كده الهدف ده يستحق الفرحه الهستيريه الكبيره جدا من
مجلس اداره النادي الاهلي، من جمهور النادي الاهلي، من دكه بدلاء النادي الاهلي، وطبعا ده قائد الفريق الكابتن محمد الشناوي حاضر جالس موجود بيدعم فرقته، بيدعم زمايله مع باقي اعضاء مجلس الاداره وعلى راسهم الكابتن سيد عبد الحفيظ. تفصيله مهمه جدا تبين لك ليه اداء الاهلي السنه دي مش في احسن حالاته. زمايلنا في الاعداد طلعوا احصائيه، هي احصائيه ملفته لازم ان انت تقف عندها، وهي انه الاهلي تقريبا من منتصف فبراير الماضي 7 لقاءات على التوالي، 7 لقاءات على التوالي سواء في الدوري او في دوري ابطال افريقيا، يعني بيدخل فيه هدف على الاقل. ما اعتقدش ان ده حصل كتير في تاريخ الاهلي، ان 7 ماتشات على التوالي الاهلي ما بيطلعش بكلين شيت. بص حتى على احصائيات الاهداف بالنسبه للاهلي على مدار بطوله الدوري، هتلاقي تقريبا كل ماتش بيدخل فيه جول. اخر 7 ماتشات الاهلي على الاقل بيدخل فيه هدف وحيد. دي نقطه لازم تتاخد في الحسبان بالنسبه للجهاز الفني، اللي زي ما قلت لك يستر النهارده يعني الاهلي لم يقدم، الاهلي تقريبا خلال الشوط الثاني ما قدمش غير الكره اللي جاب منها طاهر الجون، ولكن في الاخير الماتشات دي تكسب ولا تلعب، انت لازم تكسبها عشان تفضل مستمر في المنافسه. لعبت وحش لعبت كويس، المهم ان انت تفضل كسبان عشان تحقق في الاخر لقب البطوله، لانك لما بتحقق لقب البطوله ما حدش بيفتكر انت كنت عامل ايه قبل كده، لعبت وحش او لعبت كويس. نروح لخبر مهم جدا، خبر يعني يسعد الجميع، وهو قبول الطعن الخاص برمضان صبحي في المحكمة الفيدرالية السويسرية. عارفين طبعا قصة رمضان والإيقاف اللي هو كان أخده لمدة 4 سنوات. دلوقتي المحكمة الفيدرالية السويسرية أعطت مهلة للمحكمة الرياضية الدولية والى الوكاله الدوليه لمكافحه المنشطات الوادا عشان يبعتوا كل الاوراق الخاصه بهذه القضيه حتى 2 مايو القادم، يعني بنتكلم تقريبا في 3 أسابيع. يبعتوا كل الاوراق للمحكمه الفيدراليه السويسريه عشان تم قبول الطعن الخاص برمضان صبحي. هنا بقى في نقطه كنا قلناها لحضراتكم زمان بس نذكركم بيها، وهي انه المحكمه الفيدراليه السويسريه مش بتخش في التفاصيل، هي بتراجع وتتأكد من صحة الإجراءات. فيا رب يا رب يا رب بإذن الله بإذن الله بإذن الله يكون قبول الطعن ده بمثابة بشرة خير إن رمضان صبحي يرجع للملاعب في أقرب وقت. المهلة 4 مايو مش 2 مايو، يعني فرقت في يومين، فإن شاء الله يا رب دي يكون بشرة خير إنه رمضان صبحي يرجع بإذن الله يا رب بإذن الله يا رب في أسرع وقت الملاعب. وأعتقد إنه قبول الطعن يدينا امل كبير جدا 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 ان شاء الله العقوبه تلغى ويرجع رمضان صبحي باذن الله الى الملاعب في اسرع وقت ممكن.